السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير في اسكندرية. من محطة مصر، من قدام المحطة على طول. هنشوف مع بعض النهاردة ايه اللي حصل في الاكشاك والمحلات اللي موجودة في محطة مصر، اللي هي واخدة قدام مسرح الروماني، قدام شارع نبي دانيال كده، وقدام حديقة الخالدين أو حديقة محطة مصر. كلام كتير إن المحل دي هتتشال أو تزيد الإيجارات أو إيه، مش عارف بالظبط يعني إيه اللي حصل فيها. أنا شايف المحلات معظمها قفل، حاجات كتير كده قفلت. شايف بس كده أحمد حسنين هو اللي فاتح، إنما بقية المحلات مش شغالة يعني. شايفها كلها كده إيه، مقفولة، وشالوا منها البضاعة أو العدة أو المكن أو الحاجات اللي شغالها يعني. لجميع المحلات اللي في محطة مصر في الميدان، قدام المحطة على طول، وقدام الحديقة، وفي ظهر شارع نبي دانيال، وقدام اللي هي ايه المسرح الروماني دوت، في محطة مصر. اللي بيحصل في المحلات دي، أنا صراحة مش عارف أوصل للحقيقة. هل هي جهة إيجارات؟ هل هتتشال؟ هل هيغيروا النشاط بتاعه؟ كله هيبان مع الوقت يعني، بس ايه، في البداية يعني. ده محطة مصر، نلفه كده كله من هنا لحد ايه المحطة، ونشوف المشاريع ونشوف اللي بيحصل في المحطة بعد التطوير. يعني لو مشينا كده هنطلع ايه على الاستاد، ونطلع على النبي دانيال ومحطة الرمل. في المنظر حتى حاطين حواجز محدش يخش خلاص، السلم مقفولة. الله أعلم باللي بيحصل بقى. دي المشاريع يا جماعة كده، مشاريع العجمي، ومشاريع الساعة، ومشاريع كل مشاريع اسكندرية من هنا يعني. أي حتة في اسكندرية عايز تروحها من المكان ده. ده موقف المشاريع الجديد قدام السنترال، واللي قدامنا دوت مبنى الإزاز دوت سوق محطة مصر الجديد، أو النموذجي اللي هو كان بديل لباب عمر باشا. السوق ده معمول محلات بكيات كده جوه، صغيرة الإيجار كده دور، هو 3 4 أدوار تقريبا كده إيه يعني. يمنا شارع الخديوي اللي بيطلع على كوبري التاريخ، اللي بيطلع إيه على الإمباري والعجمي. الناحية التانية دي محطة مصر ومحرم بيه، شارع محرم بيه والاسكندراني، والدنيا الكبيرة دي اللي كانت محرم بيه، القهوة العالية والحفيري والسوق. الحديقة جميلة جدا. زمان السلسلة كانت مفتوحة، وكان فيها كبيرة جدا، وكان فيها الناس فيها بيعملوا شاي وناس بيشوا ذرة. دلوقتي محوطات بسور حديد، محدش بيخش فيها خالص يعني. ليه برضه مش عارفين. هم محوطين محطة مصر كلها بسور، بحيث يفصل محطة مصر عن منطقة محطة اللي يبص ده ميدان الشهداء، نصب التذكاري الجندي المجهول. دي مشاريع بقى عجمي، ومشاريع بحري، ومشاريع شرق، ومشاريع غرب، كل مشاريع اسكندرية من هنا. أي حتة في اسكندرية هتروحها من المنطقة دي. هنا بقى المحافظات بقى بنقف الجديد، مفيش هنا محافظات. محافظات الجديد في كده كام عربية واقفين عند المحطة دي القاهرة. إنما المشاريع دي كلها مشاريع
مشاريع داخل اسكندرية يعني. المدينة لقت برضه بعد ما شالوا البياعين وشالوا الناس اللي كانت حاطة في الشوارع دي والأكشاك، بقت جميلة الصراحة محطة مصر يعني. نظيفة كده والشوارع بقى نظيفة والشارع واسعة، وسيولة في المرور، يعني الدنيا واسعة جدا دي محطة مصر. اللي هنا دي كمان ايه، هتكون محطة مصر، هتكون محطة قطار المحافظات، وهيكون فيها برضه محطة مترو ومحطة مصر. هتكون تبادلي برضه مع ايه، مع محطات قطار المحافظات. ممكن تنزل من محطة المحافظة وهي القاهرة تركب المترو على طول، يوديك ايه، يوديك لحد فيكتوريا، وفي المرحلة الجديدة هيوصل لحد العجمي ان شاء الله. كاس اسكندرية الجميل مميز باصفر اسود، ميدان محطة مصر ومحطة مصر، مدخل المحطة حبيب التذاكر، القاهرة والصعيد بقى وبحري. هنا بقى ايه، من العصافيري والقهوة العالية. كل الناس اللي بتحب اسكندرية عارفة المكان ده طبعا. محرم بيه بقى وكلية العلوم. محطة مصر قبل المحطة. في المشاريع القهوة العالية وشارع محرم بيه والترام الصفراء. يا رب جماعة يوم جميل يا رب إن شاء الله. نتقابل إن شاء الله فيديو جديد في يوم جديد في مكان جديد. في بقى الشير واللايك والاشتراك في القناة، ونشير لأصحابنا كده على كل إيه، وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.